الكل كان في حالة ذهول ومش مصدقين اللي بيحصل، لدرجة ان زينة خدت ابنها في حضنها وجريت على المستشفى، وبعد الاسعافات الاولية ليه واطمنت على حالته راحت على اسم الشرطة عشان تاخد الاجراءات القانونية. من ناحية تانية الفنان احمد عز بيحضر اوراقه عشان هيتهمها بالاهمال، انت السبب اللي بيحصل في العيال، عشان لما بتطالبيني بنفقات كتيرة وفلوس اكتر يبقى تاخدي بالك من العيال. ما بين ده وما بين ده كان في نهاية قصة الاستاذ الدكتور احمد الدجوي اللي اتكلمنا عليها امبارح في بعض التفاصيل الجديدة. لكن قبل ده كله كنت محتاج ارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من اللغز مع يونس محمد. زي ما قلت لحضراتكم في البداية احنا معانا موضوعين، خلونا نبتدي بقصة الفنانة زينة. الفنانة زينة كانت قاعدة في البيت بتاعها عادي جدا وطبيعي اللي هو موجود في احد الكومباوندات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة. طبيعي ابنها عز الدين بيلعب في ملعب كرة القدم اللي موجود في الكومباوند، لكن صوت مش طبيعي وصوت مش معتاد وحركة والكل بيجري، ده اللي خلى الفنانة زينة تجري على ابنها تشوف مانو اللي جراله، وخدته في حضنها أول ما شافته بعد ما كلب عضه. كلب كان موجود بالقرب من ملعب كرة قدم مع واحد من الأشخاص الموجودين، لكن الكلب كان شرس، جري على عز الدين وحصل ما بينهم مطاردة في الملعب لدرجة ان هو نط على ابن الفنان او ابن الفنانة عز الدين وقرمه قرمة كده حلوة، وبعدها الناس قدرت تسيطر عليه وصاحب الكلب شده. لكن كانت القلب الام بيحس زي ما بيتقال. زينة وصل لها الخبر، جريت على ابنها وخدته في حضنها وعلى اقرب مستشفى، وابتدت الفحوصات الطبية وبعدها اديله الامصال الطبية. وهنا ابتدت زينة تطمن من الدكاترة على الحالة بتاعته، وهياخد حقنة لمدة 21 يوم، الحقن اللي بياخدها بتاعت السعار بتاعت الكلاب. واتصلت بالمحامي الخاص بتاعها وسبقها على اسم شرطة الشيخ زايد، وهناك زينة راحت على الاسم واتقابلت مع رئيس المباحث وطلبت بتحرير محضر عشان اللي حصل لابنها. وبطبيعة الحال المفترض ان الكلاب الشرسة دي ما تبقاش موجودة، والمفترض ان كمان ابنها كان بيلعب في ملعب كرة قدم، يعني المفروض ما يبقاش فيه كلاب سواء كلاب عادية أو كلاب حتى شرسة. من هنا تم اختار الأجهزة الأمنية على مستوى مديرية أمن الجيزة، وتم التنسيق معاهم، وتم اصطحاب صاحب الكلب والكلب نفسه لاسم الشيخ زايد، وتحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة. بعض المصادر اللي أكدت إن الفنان أحمد عز ابتدى يحضر أوراقه ليه؟ يعني هو مسافر؟ لأ، أوراقه في القصة دي. ما هو لو أنا ما قلتش لحضراتكم أو أنتم مش متابعين، خلال الفترة الأخيرة زينة ابتدت تصعد من القضايا اللي بترفعها على الفنان أحمد عز أبو ولادها عشان تطالبوا بمزيد أو زيادة النفقة اللي بيقدمها لعياله، وخصوصا ان اخر زيادة نزلت لها 80,000 جنيه شهريا، ده مقابل الفلوس اللي خدها من فيلم اولاد رزق 2. عشان كده اولاد رزق 2 و3 كمان، عشان كده اتحكم لها بزيادة النفقة، لكنها رفعت النفقة من جديد او قضية نفقة زيادة نفقة من جديد خلال الايام اللي فاتت، واتأجلت لشهر 8 عشان عايزة زيادة نفقة. العيال مصاريفها كتير فعلا، والخادمة الأجنبية اللي جايباها بتاخد بالدولار، بالإضافة للمدارس الأجنبية اللي هم فيها بياخدوا بالجنيه الاسترليني، فده كله بيشكل ضغط على النفقة. ما بتكفيش والله يا أحمد، عيالك مصاريفهم كتير. لو حضراتكم برضو ما تعرفوش ان بداية الازمة ما بين الفنانة زينة واحمد عز بترجع لسنة 2014 لما رفعت قضية اثبات نسب، وهو مرضاش يعمل تحليل الDNA ورفض يمتثل لقرار المحكمة، فالمحكمة حكمت اللي دول عياله، وابتدت تصاعد الموضوعات والقصص ما بينهم لحد ما وصلت اللي بيديها مبلغ وقدره ممكن يوصل ل200,000 جنيه شهريا. لحد هنا نقطة ومن أول السطر في عجالة كده قلت لحضراتكم إيه اللي حصل لابن الفنانة زينة وأحمد عز، اللي من حقه هيرفع قضية إهمال، أنت مش واخدة بالك من العيال، فعشان كده ساعتها ممكن النفقة تنزل، أو ممكن تخسر قضايا النفقة، أو ممكن حاجات تانية كتير تحصل. ده الموضوع في عجالة. لكن لو اتكلمنا في نفس مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، كنا امبارح قلنا لحضراتكم على اللي حصل للدكتور أحمد الدجوي اللي دخل شقته
ومسك طبنجته وضرب رصاصة ومات بعدها. ومراته اللي موجودة معاه في الشقة نادت للبواب بعد ما خبطت على الأوضة اللي فيها ومرضاش يفتح لها. فتحوا الباب لقوا جوه الدكتور أحمد ميت. استدعوا الشرطة والنيابة والأجهزة المعنية. وزارة الداخلية المصرية طلعت بيان امبارح قالت إن الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي اللي ما بينهم خلافات على الميراث، اللي الدكتورة نوال الدجوي اتهمته بسرقة الميراث، بيمر بأزمة نفسية ولسه راجع من أسبانيا بعد رحلة علاج نتيجة للأزمة النفسية اللي هو فيها، نتيجة اللي اتهموه اللي هو خد الميراث وده ما حصلش. وبعدها مفترض كان راجع عشان النيابة تستمع لأقواله في الاتهام اللي موجهاه نوال الدجوي اللي هي جدته. فنتيجة للضغوط النفسية اللي عليه مسك الطبنجة وعمل اللي عمله. ما بين ده وما بين ده المحامي محمد حمودة طلع بتصريحات غريبة جدا قلبت الموازين زي ما بيتقال، من ضمنها التصريح ده. اما بقى عن واقعة السرقة اللي حضرتك بتتكلمي عليها، فاحيط سيادتك علما ان مفاتيح الخزن مع منى الدجوي بشهادة الشهود، والشهود كلهم حضروا اللي كانوا بيشتغلوا مع ماما نوال كلهم بلا استثناء شهدوا، وحضر المستشار القانوني للعائلة اللي ماما نوال كانت مولياه كل حاجة، وقال صراحة ان ماما نوال كانت بتتحايل على منى الدجوي انها تجرد الخزن بتاعتها في الزمالك. اما في اكتوبر اللي هم بيقولوا ان حصل فيها السرقة ما كانش فيها فلوس كتير. الفيديوهات للأسف بقى حظهم سيء ان في اجهزة كاميرات موجودة في اكتوبر اوضحت ان من حوالي 6 اشهر جوز انجي اللي هو اللي اسمه حسني ده راح وخد شنط كتيرة قوي ونزل بيها. اولاد شريف الدجوي احمد وعمرو ما دخلوش اكتوبر بقالهم 1.5 سنة بالظبط. حظ برضو مقدمين البلاغ حظ سيء جدا ان للاسف ان في DVR موجود في بيت عمرو الدجوي، في موجود عمرو الدجوي وعند احمد الدجوي. المباحث خدته امبارح، هيبين في الكاميرات مين اللي دخل ومين اللي خرج للبيت ومين اللي كان معاه مفتاح الخزن، وفي حقائق كتيرة قوي هتثبتها التحقيق. ده المحامي بيحتسب نفسه وبيقول انا محامي افراد الاحفاد او افراد العيلة زي ما بيتقال، لكن القصة فعلا غريبة. لو بصينا كده مين اللي غلطان في المقام الاول، انا للأسف هقول لحضراتكم ان الدكتورة نوال الدجوي هي اللي غلطانة في المقام الاول. ليه؟ عشان ما وزعتش حق ربنا، وحق ربنا اللي هو الميراث. حق ربنا التركة تتوزع على أبنائها أو أحفادها بالتحديد بعد موت ابنها وموت بنتها. الأحفاد من هنا ومن هنا كل واحد عايز حقه، كل واحد عايز فلوسه، لدرجة اللي محامي الدكتور أحمد الدجوي بعد ما تم اتهامه رسميا اللي هو سرق الفلوس طلع بفيديو من كاميرات المراقبة متفرغ وأثبت إن الحفيدة التانية هي وجوزها اللي خدوا الفلوس. فليه الاتهام بالباطل؟ وده اللي لو نبص فيه ان الضغوط النفسية على الدكتور احمد الدجوي اللي كان شغال او بيشغل منصب مدير التسويق لجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة. هو حس اللي انت جاي عليا ليه، اللي انت انا ولا خدت فلوس ولا خدت حقي وكمان بتتهميني. فده شكل عليه ضغط. ولو بصينا للدكتور نوال ربنا يكون في عونها، طبعا هي في كبر السن اللي هي فيها فقدت جوزها وبعدها فقدت ابنها وبعدها فقدت بنتها وبعدها فقدت حفيدها. دي كلها حاجات فقدتها والفلوس لسه موجودة. لحد امتى هنشوف الفتنة او الصراع من اجل المال، وفي النهاية الولاد والمال بيروحوا؟ لو حد مقرب من عائلة او من اسرة الدكتورة نوال الدجوي طبطبوا عليها ولموا شملكوا، عشان اللي انتوا فيها دي فتنة حقيقية. الاسرة دي بالكامل على مدار السنين والثروة اللي اتبنت ولسه موجودة دي كلها فتنة. مين اللي هيتمتع بالفلوس دي؟ احنا ما بنقولش جبتوها منين، لكن احنا بنقول ادوا فرصة
حق ربنا يدخل والفلوس تتوزع بما يرضي الله وكل واحد ياخد منابه ونصيبه. على فكرة الدكتورة نوال الدجوي كانت شايفة ان البنات تاخد نسبة 49% والرجالة من الأحفاد ده كله تاخد 51%. هي كانت ليها رؤية في توزيع الميراث وهي عايشة. ده اللي شكل أزمة، ده اللي خلى مثلا البنت تروح تاخد الثروة بإيديها، ما أنا مش شايفة اللي انت هتعدلي، أو الناحية التانية الأحفاد الرجالة شايفين اللي انت بتظلمينا ليه هتساوي البنت زينا. ده كله عشان بعدنا عن شرع ربنا هو اللي عمل كده. وعشان كده احنا مش طالعين ننظر على حد ولا طالعين نقول نعمل ايه وما نعملش ايه، احنا بننقل لحضراتكم الاحداث اللي بتدور حوالينا، وفي النهاية بوجه رسالة لينا ولحضراتكم اللي احنا نتعلم من القصص دي، نتعلم ما نتفتنش ولا بمال ولا بولاد. ما ربنا اللي قال كده، اللي دول فتنة، المال والبنون فتنة، بالرغم اللي هم زينة، ما عشان هم زينة بنتفتن بيهم. فخدوا بالكم أرجوكم، بلاش قصة الدكتورة نوال الدجوي تتكرر تاني. ربنا يعينها ويعين أفراد أسرتها على اللي هم فيه، عشان الموضوع صعب جدا. بالمناسبة النهاردة واحنا بنتكلم بتاريخ 26 مايو 2025 جثمان الدكتور أحمد الدجوي لسه خارج من مشرحة زينهم تمهيدا لدفنه، وأفراد العيلة مش عارفين هيعملوا له عزا ولا لأ. ربنا يرحمه ويغفر له على اللي حصل. السلام عليكم.